حققت إنجازات عالمية في رياضة التاي بوكسينج، وتحت إشراف فعلي للجامعة الدولية لهذه الرياضة احتضنت القاعة الدولية لبروكسل تظاهرة رياضية هي الأولى من نوعها، كأس المسيرة الخضراء في رياضة البوكس تاي، بمشاركة أبطال عالميين يتقدمهم المغربي رشيد بومالك الحائز على الميدالية الذهبية لكأس المسيرة الخضراء. هذه التظاهرة التي تشرف عليها منظمات المجتمع المدني المغربي ببلجيكا تأكيد على انخراط مغاربة الخارج أينما كانوا في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية، ونحن على بعد يومين من تخليد ذكرى المسيرة الخضراء. تظاهرات كأس المسيرة الخضراء ببروكسل تم بثها عبر القنوات البلجيكية المحلية، وكان للمجتمع المدني المغربي بمختلف المدن البلجيكية إسهام كبير في إنجاح هذا الملتقى، وذلك بغية تكثيف التعبئة بالدول الأوروبية لدعم مبادرة الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية.